كما نعلم منذ سنتين تم الإعلان على نداء السلام الذي أقره القائد عبد الله أوجلان، وهذا النداء يتحول حالة الصراع من صراع عسكري بحت إلى صراع سياسي سلمي، حيث نادى القائد بأن يكون الحلول سلمية سياسية. هذه الحلول تكون عبر الدستور والقوانين وليس صراعا عسكريا، والكل في العالم يشاهد الشرق الأوسط يتمر بمرحلة حساسة، وهذه المرحلة تحتاج إلى حلول سلمية وليست عسكرية. ومرحلة السلام تأتي بسلام ليس فقط على المكون الكردي المتواجد في الأجزاء الأربعة، وإنما على جميع شعوب المنطقة في الشرق الأوسط وفي العالم، لأن صاحب المرحلة والتي نادى بها هو القائد عبد الله أوجلان. لذلك من الضروري جدا أن يكون محررا كفيزيك كجسد، وهذا التحرر يعطي دافع أكثر لكي يعبر عن قضيته وكذلك نداءه نداء السلام. فعندما يكون مقيد في زنزانة وفي ذاك الإطار الضيق لا يستطيع أن يتواصل مع جميع المكونات من الكرد والعرب والترك والسريان لكي يوصل فكرته بطريقة أفضل. وعندما تتاح حرية القائد عبد الله أوجلان من الناحية الجسدية، آنذاك يستطيع أن يتواصل مع جميع المكونات ومع جميع الأحزاب السياسية المتواجدة في الأجزاء الأربعة، وكذلك يستطيع أن يوصل فكرته أكثر إلى المكونات الموجودة في المنطقة، وأن يشرح بما تمر به الشرق الأوسط بشكل عام من صراعات، وهذه الصراعات كما شاهدناها في المنطقة الأخيرة من غزة كانت إبادة بحق مكون موجود هناك، وكذلك الكرد كما لاحظنا في روج آذا ماذا حدث بهم في الفترة الأخيرة. لذلك عندما يكون القائد متواجدا على الساحة مع الشعب بكل أطيافه يستطيع أن يوصل الفكرة وأن يوجه رسالته بشكل أكثر دقة وبأكثر تفصيلية. من أولويات القضية التي منذ 40 سنة وحتى الآن القائد عبد الله أوجلان ينادي به هي القضية الكردية، لأن حل القضية الكردية مهم في الشرق الأوسط، والقضية الكردية قضية أساسية. لذلك عندما ينادي القائد عبد الله أوجلان بعملية السلام، فهذه العملية تفتح المجال أمام الكرد لكي يأخذوا حقوقهم في الدستور ويعيشوا مع المكونات الأخرى بشكل متساوي وضمن دستور يؤمن لهم حقوقهم في هذه الدولة. القضية هي ليست أن نكون هي الدولة، القضية هي أن تعطي الدولة كافة حقوق الكرد. لذلك القائد عبد الله أوجلان ينادي بحقوق الكرد في الدستور. ننادي إلى العالم بأجمعه من منظماته الإنسانية، من الأمم المتحدة، بكافة المنظمات التي تدعي أنها الإنسانية. القائد منذ 3 عقود وهو متواجد في تلك السجون التركية، السجون المخصصة للشخصيات البارزة في المجتمع كالقائد عبد الله أوجلان. ننادي بأن يكون له حرية فيزيكية مثل جميع الأشخاص السياسيين الذين يقضون فترة في السجن ثم يتحررون، لأنه تجاوز تلك المرحلة، مرحلة 25 سنة في السجن كسياسي. لذلك ننادي جميع المنظمات والمجتمع الإنساني بأن يساند قضية القائد عبد الله أوجلان، فتحرره كجسد يأتي معه السلام والاستقرار إلى المنطقة والعالم. من الناحية القانونية 25 سنة قضت، لذلك في أي دولة في العالم عندما يكون السياسي 25 سنة داخل سجن يجب أن يتحرر، لكن نشاهد أن البرلمان التركي والحكومة التركية بقيت على موقفها رافضة بأن تعطي حق الأمل للقائد عبد الله أوجلان
الذي تطبقه جميع دول العالم، أو الحكومة التركية والبرلمان تفعل مخالف للقوانين الدولية الموجودة في دول العالم. إن الشرق الأوسط يمر بمرحلة حساسة، والشرق الأوسط أمام تحديات كبيرة، أهمها التحديات هي الصراعات الإقليمية الاقتصادية الدولية الاقتصادية التي هي الآن في الشرق الأوسط تصارع، وهذه الصراعات إذ لم تنتهي هي صراعات اقتصادية بحتة، إذ لم تنتهي فشعوب المنطقة وعملية السلام لن تستمر، وخاصة تركيا من الدول التي الرافضة أو غير لم تخطو حتى الآن أي خطوات فعالة باتجاه عملية السلام، خاصة أن قوات PKK أقدمت خطوات كثيرة منذ سنتين وحتى الآن، وآخر ما شاهدناه هي إخلاء 81 نقطة موجودة في الجبال في كردستان. لذلك من أهمها الصراعات العالمية الموجودة في الشرق الأوسط والصراعات الإقليمية والحكومة التركية الرافضة بأن تخطو أي خطوة باتجاه عملية السلام، وهذا يشكل عائقا كبيرا وتحديا أمام عملية السلام. هذه المرحلة حساسة جدا جدا جدا، وعملية السلام مهمة جدا، فشعوب المنطقة الأنظمة الاستبدادية لا تعرف شعوب المنطقة، فهي فقط تنفذ أجندتها ومصالحها الاقتصادية التجارية ومصالحها الاستبدادية في المنطقة بغض الطرف هذا كردي، هذا عربي، هذا سرياني، هذا تركي. لذلك نحن كشعوب المنطقة على عاتقنا أن نكون أكثر وعيا وتفهما وإدراكا المرحلة التي نمر بها، وعملية السلام ليس من أجل الكرد فقط، وإنما من أجل جميع مكونات التي تعيش على هذه البقعة الجغرافية، وكذلك عملية السلام تحد الشعوب، تحدها من أن تدخل في مرحلة الصراعات ومجازر، ونحن بغنى عنها في هذه المرحلة. والقائد عبد الله أوجلان نوه بأن كل من لم يسلك طريق السلام فالأيام القادمة سوف يكون أمام مجازر، هذه المجازر لا تفيد شعوب المنطقة، ويقع على جميع المكونات والمجتمع والأحزاب السياسية الموجودة في الأجزاء الأربعة من كردستان وجميع مناطق الشرق الأوسط بأن يساندوا عملية السلام، وأن يكون هناك بينهم تآخي ومحبة وتعايش، لأن المرحلة التي نمر بها هي حرب عالمية ثالثة بوجه آخر، وجه مختلف عما كانت في الحرب العالمية الثانية المباشرة. لذلك على شعوب المنطقة والأحزاب السياسية أن تكون بوعي وإدراك للمرحلة التي نمر بها، وأن تعمل أكثر من السابق لكي ينشر السلام في كافة أرجاء الأجزاء الأربعة من كردستان وكذلك الشرق الأوسط. فشعوب المنطقة كفيسفساء مختلفة من كرد وعرب وسريان وترك، لذلك عليهم أن يتعايشوا مع بعضهم بعض، إذ لم يكن هناك تعايش ضمن حقوق وواجبات موجودة في دستور الدولة تضمن لكل المكونات حقوقهم. إذ لم يكن هكذا فنحن أمام مجازر وصراعات غير منتهية، وهذا يخدم أجندة ومصالح الدول العالمية الاستبدادية. من أجل المؤشرات على عملية السلام، من ناحية القائد عبد الله أوجلان منذ سنتين وحتى الآن بادر بالعملية، وحزب العمال الكردستاني خطى خطوات فعلية على أرض الواقع. أما الكرة الآن في ملعب الحكومة التركية ماذا ستفعل؟ يجب أن تخطو خطوات، وإذا لم تخطو خطوات فنموذج إيران أمام عينها. ماذا يحدث لإيران؟ فالعالم يتجه على خارطة طريق جديد، وهذه الخارطة لا توافق الأنظمة الاستبدادية الموجودة في الشرق الأوسط. لذلك خطط عملية السلام من الناحية الحزب العمالي الكردستاني والقائد عبد الله أوجلان خطوات فعالة
الآن نحن بانتظار ماذا ستفعله الحكومة التركية. ولوصول هذه المرحلة إلى أهدافها مهم جدا حرية القائد عبد الله أوجلان هي النقطة الأساسية لكي يكون قائد بين شعبه والمجتمع ويمارس حياته السياسية ويوصل الفكرة التي يريد أن يتعرف عليه المجتمع ما هي مرحلة السلام وما هي بنودها. هذا أول خطوة. الخطوة الثانية على الحكومة التركية أن تخطو خطوات أخرى من ناحية التغيير في البرلمان في الدستور بأن تغير الدستور التركي لأنه مهم جدا لضمان حقوق المجتمعات من كرد وعرب الموجودين وسريان موجودين في تركيا، وهذا ينعكس على باقي أجزاء باقي أجزاء الدول. الكرد موجودين في سوريا، موجودين في إيران، موجودين في باشور كما نعلم أنها أخذت حقوقها إلى حد ما، ولكن في سوريا وإيران لا زال هناك ملفات شائكة، وهذه الملفات متعلقة بعملية السلام الموجودة في تركيا. فهذه كلها خطوات تبدأ بعملية إطلاق القائد ثم تغيير الحكومة من ناحية الدستور والبرلمان، وهذا ينعكس على باقي أجزاء المتواجدة الأكراد فيها في سوريا وإيران. العاتق الكبير على المرأة لأن المرأة هي الركن الأساسي في المجتمع وهي التي تنادي بالسلام. فالمرأة هي نصف المجتمع وهي التي تؤدي إلى تغيير كافة مفاصل المجتمع. لذلك على أي مرحلة نمر بها على المرأة أن تكون هي الركيزة الأساسية إلى جانب الرجل في دفع عجلة السلام إلى الأمام. عندما تكون الحكومة بدون تواجد النساء في الحكومة في البرلمان آنذاك يكون كنصف جسد، فالجسد يكون متكاملا، يمثل هذا الجسد رجل وامرأة. لذلك المرأة هي السلام، هي الحرية، هي الديمقراطية، وهي أساس المجتمع الديمقراطي الذي يبنى عليه. يكون 15 آب سوف يكون ذكرى انطلاقة ثورة حزب العمال الكردستاني، الطلقة الأولى التي أطلقها هافال عقيد، وبدأ الحراك الثوري المسلح الكفاح المسلح في كردستان، ومنذ 42 سنة حتى الآن وهذا الكفاح مستمر. أما في السنتين الأخيرتين بدأت مرحلة أخرى هي مرحلة السلام، مرحلة جديدة. في هذه المرحلة تتغير جميع التكتيكات السياسية والاستراتيجية لحزب العمال الكردستاني. نبارك جميع شعوب المنطقة والشعب الكردي بالمرحلة السلام ونؤيدها، ونتمنى أن يكون الشعب والمجتمع المتواجد في تركيا أن تخطو خطوات أكثر، وأن تكون بذاك الوعي بأننا أمام مرحلة جديدة، وهذه المرحلة تتطلب سلام سلام سلام.